ركن تكتيك من تقديم اللاعب السابق جابر نعمون. تفضل جابر. نبداو بالتكتيك تاع. شوف قبل ان ابدا هناك باش الجمهور الرياضي يعرف باللي بدايه اللعب سي ان ديسبوزيتيف فقط، هو موقع لاعبي لو 4 3 3 لو 4 4 2. لكن البلوز امبورطون هو لما تكون كاين 4 حالات، لما تكون عندك الكره ولما ما تكونش عندك الكره، والمرحله التحول من الدفاع الى الهجوم ومن الهجوم الى الدفاع. هذو هما 4 حالات اللي لازم المشاهد الكريم يعرفهم ويشوف معنا في لاتيلي. شوف هذه الحاله الاولى، هذو مجرد لقطات هزيناهم من المباراه. هذه الحاله الاولى. شوف المنتخب السنغالي كيفاه مداير لو بريسينغ، لاعب الضغط العالي. لا. هذا الضغط العالي صح الي جوست، بصح الهدف منه ليس نزع الكره، الهدف منه هو غلق الزوايا وارغام حارس المرمى على لعب كره طويله. لكن لو بريسينغ هذا فيه خطا من طرف المنتخب السنغالي. شوف اللاعبين تاع المنتخب القطري قراب كيفاه راهم المساحه كامل فارغه، ربما بكره فقط يكسر خط في 4 لاعبين. كون يعاودها مع الاكواتور كون يعاودها مع منتخب الاكوادور راح يخسر، لانه شوف راح مباشره يتخلق تفوق عددي، لانه شوف كذا كاين لاعب 1 2 3 4. وهنايا باش ما نكونوش قاسيين على المنتخب القطري لضعف هذا الثنائي، لانه كون جا واحد، لانه ذاك الديفونسور مش فقط انك تكون ديفونسور، لازم تكون تميتريزي لو جو افيك لي بي، بكره فقط تكسر بها الخطوط. شوف وين راحوا اللاعبين تاع السنغال؟ ما كانش لاعبين تاع السنغال. روح الاخ ابراهيم الصوره الثانيه. هذه الحاله حبيت نتكلم عليها. شوف المنتخب السنغالي كيفاه، لانه كره القدم راهي لاعب مرتبط بلاعب، ما بقاش كما مثلا في وقت مضى لاعب هو اللي يتحمل مسؤوليته، لاعب يخدم على لاعب. شوف هنا المدافع الايمن تاع المنتخب السنغالي، ما هو الهدف من صعوده؟ الهدف من صعوده انه يخرج له لاريير غوش تاع المنتخب القطري، وهذا شوف وين دخل، زاد خرج معاه هذا بالفرنسيه جليسا. بصح شوف الخطا كيفاه تركوا مساحه. لو تشوف الاخر من بعد لا يوتيليزي هذا راح للمنطقه هذه. شوف الهدف تاع المدافع الايمن واش دار هنايا. انت تقول المدافع الايمن صعد وفقط، نو ما صعدش وفقط، راه كلش مدروس. صعد باه يفتح لي زيسباس، لانه راهم لعبوا ضد 5 مدافعين باه تخترقهم لازم لك دير اون انيماسيون تنشيط. تفضل الاخ ابراهيم. هنا في المنطقه هذه حبيت ننوه انه كانت مباراه تكتيكيه بحت. المدرب القطري ما عندناش دوك احنا اسكو المدرب القطري ولا اللاعب اللي تفطن هنايا لما مسك الكره واش دار؟ ولا ما يخرجلوش لاريير غوش، تقريبا نفس الحاله ولا ما يخرجلوش لاريير غوش، لانه يوتيليزاو المنطقه قبل، ولاو فاطنين، ولا يجيه ليكسونتري غوش هو اللي تبعوا. لما تبعوا لكن اين مهمه الظهير الايسر هنا؟ ها هو الظهير الايسر. ليكسونتري غوش جا للمنطقه هذه، كي جا للمنطقه هذه لاريير غوش قاعد في مكانه، المساحات ولات مغلقه، تسمى تفطن للامر، ما خلاش لاريير غوش هو اللي يابوندوني المكان تاعو. جا المهاجم الايسر هو اللي عمل المهمه، اني اللي درت له سبوت هذا. تفضل الاخ ابراهيم. صوره اخرى ابراهيم. هنايا المنتخب القطري في الدقيقه 30 ولا 28 حب يعمل البريسينغ، هو ايضا حب يعمل البريسينغ. راهو طلع هذا ولا صعد، هذا غلق زاويه التمرير، وفي الصوره ما يبانش لاعب اخر. هنا ثاني كان لاعب وراه، هما عملوا البريسينغ لانه سير بالاوامر تاع المدرب، هما اللي عاودوا طلعوا. تفضل ابراهيم زيد. ما لعبش الهجمات المرتده هنا لما اكزاكتومون راك طحت في لو بون مومون. بعد الهجمه المرتده يا الاخ عماد لما يكون 3 ضد 6 والله تبات 20 سنه ما تسجلش. شوف انا درت لك هذه البلاصه هذه الفارغه، هنا ما كانش لو سوتيان، السند تاع الوسط الميدان ما كانش. مام شوف الميليو تيرا، شوفوا لاحق روطار. من بعد نقول لك واش صرا هنا. ضرب الكره، رجعت 6 ضد 3، ما عندهم ما راح يديروا. هذا يبين لك باللي الهجومات المرتده تاع المنتخب القطري محتشمه وماهيش مدروسه، ما كانش هذاك. عاودوا نقولوا للواقعيه، الواقعيه تفرض نفسها. لا 6 لاعبين مقابل 3 لاعبين، وما كانش التفوق العددي منين يجي؟ راهو يجي من لاعبي الوسط ولاعبي الدفاع، ما شفناهاش حنايا.
تفضل الاخ ابراهيم. هنا هذه حبيت نبين واحد الحاجه يعيطونها لو بريسينغ اورينتي، الضغط الموجه. قبيل لما تكلمنا على الضغط على حارس المرمى، هذاك الضغط كانوا فيكسي، ما كانوش يروحوا يجيبوا الكره. علاه؟ لانه الهدف لو بريسينغ اللي امام حارس المرمى هو ارغامه على لعب الكرات الطويله. لكن لو بريسينغ اورينتي فيه محفزات، من بين المحفزات تاع لو بريسينغ اورينتي الضغط الموجه هو خط التماس، لانه خط التماس يعتبر خصم ادفيرسير للمنتخب القطري. هذا الشيء الاول. والمحفزات انه لاريير دروا المدافع الايمن تاع المنتخب القطري الي ليميتي تكنيكمون، دائما الكونترول تاعو يكون بعيد عليه. منين يحكم لاريير دروا شوف لو بريسينغ اورينتي يعتمدوا على خط التماس، واحد مع واحد مع واحد، واحد مع خط التماس، وغلق زاويه التمرير الى هذاك اللاعب. روح شوف الاخ ابراهيم وراها مباشره استرجعوا الكره، مباشره استرجاع الكره، لانه البريسينغ اورينتي بين 5 و7 ثواني هو استرجاع الكره في وقت قصير بين 5 الى 7 ثواني. استرجعوا الكره وشكلوا خطر لانه جابوها هنايا، لكن في وسط الميدان في وسط الدفاع ما يديروش البريسينغ، يديروا بريسينغ فيكس. تمركز خط الدفاع قطر هنا. ابراهيم هنا في اللقطه هذه نفس اللقطه تاع اثنين اللي درت له هذا لو سبوت، هذا لاعب وسط الميدان الدفاعي. دائما الثلاثي تاع اللي يدير البريسينغ تاع المنتخب السنغالي يرغمه على استلام الكره في هذا المكان. على بالك الاخ عماد لما تستلم الكره في هذا المكان دو بريفيرونس كون تجي هنايا تطلب الكره في ظهره، هذا يدير المهمه تاعك، هذا يمشي بها ويدير نفس المهمه تاعك. شغل خسروا لاعب بفضل البريسينغ تاع المنتخب السنغالي. تفضل دقيقه الاخ ابراهيم. هذا ثاني كان دائما مدايرين له البريسينغ، مام اللي يستلم الكره براء الخطوط كانوا مدايرين له بريسينغ. تفضل. هذا نفس الشيء اللي تكلمت عليه الاخ عماد على الجهه اليمنى، نفس الشيء حدث على مستوى الجهه اليسرى. كي تعود قراب الخط التماس يوتيليزيو خط التماس كادفيرسير للمنتخب القطري، يعيطوا له لو بريسينغ اورينتي، الضغط الموجه. شوف واحد مع واحد، واحد مع واحد، واحد مع واحد، مام يغلقوا حتى الزاويه تاع التمرير الى الخلف، ما ادى الى رمي الكره هنا وخرج التماس. تفوق تكتيكي لاليو سيسي على مدرب بيسير هذه ما جاتش هكذاك، هذه مدروسه. باسكو كاين واحد لو ديكلونشور، هذا كاين واحد يديكلونشي البريسينغ، مع يروح واحد كامل يلحقوه. تفضل ابراهيم. هنا هذه اللي درت عليها انا علامه استفهام. يا اخي انت تحتاج المباراه انك تتاهل الى الدور الثمن النهائي في كاس العالم وانت منظم الدوره. وين راح المهاجم اللي يسجل هنايا؟ عباك المهاجم اللي يسجل هنا وين راح؟ ها هو. شوف العلامه هذه الكل، وشوف هذا وشاو يدير، كان يمشي عفيف، كان يمشي في اللحظه هذه. شوف هنايا كيفاه راح تقدر تختار نهايه شوط اول خاسر بهدف، ليس سداسيه وليس خسر 1-0، وراح المهاجم اللي تدخل به. تفضل الاخ ابراهيم. نفس الشيء. عباك المدرب السنغال في بعض اللحظات لما ما لقاش افون سونتر واش دار؟ لما لقاش افون سونتر طلب من احد اللاعبين الصعود. باش يشكل تفوق عددي في وسط الميدان. تفضل ابراهيم. ربما كان من بين الاسباب مضاعفه النتيجه. اكزاكتومون، ثم طلقوا زادوا ضغطوا عليهم. شوف اللقطه هذه، هذا هنا حاولوا يصلحوا الخطا، ساعه يجي لافون سونتر. هذا اللي درت له سبوت انا. على واه درت له سبوت؟ هذه في الدقيقه الثالثه من الدقيقه 45 في الدقيقه 48 اول صعود للمدافع الايسر، خلق تفوق عددي على الجهه تاعو بعد 48 دقيقه من بدايه المباراه. هذا اول صعود تاعو. اول صعود بعد 48 دقيقه تاع لاريير غوش هنايا باه دار اول صعود. ربما منتخب لا يريد الفوز بهذه المباراه. تفضل ابراهيم. هنا نفس الشيء، المنتخب السنغالي ارغم ثنائي وسط الارتكاز على اللاعب خلف الثلاثي هذا اللاعب الفالي يجي هنايا. لما يجي هنا، لما تكون تمريره تكسر بها الخطوط يمكن انك تشكل تفوق عددي. كي تعود هنا هذا ما دارش طلب الكره هنا، واثنين لاعبين في نفس المكان، ما ادى الى لعب الكرات الطويله. وهنايا هذا عفيف ماهوش ان بون غاباري، وهذو اللاعبين المنتخب السنغالي خطه ما على واه تبنى على خصائص لاعبين. هما داروا لو بريسينغ باه يوبليجيو على الكرات الطويله. كي يوبليجيو على الكرات الطويله هما عندهم بون غاباري بارابور العفيف، داو الكرات الطويله كامل الهوائيه. تفضل الاخ ابراهيم. دقيقه فقط من وقتك. دقيقه نبقاو ثلاثه ولا. هنا اللاعب هذا شوفوا واش دار، جا سحب هذا وهذا
حنا نعيطوا لها هذه لي دومي سيرفاس، المساحات النصفيه. حنا في الدفاع كاين اربع مناطق نجوزوا منهم، او خمسه. كاين الجهه اليمنى، كاين الجهه اليسرى، كاين محور الدفاع، وكاين المساحه النصفيه بين المدافع هذا ولاريير غوش وبين المدافع هذا. المنتخب السنغالي الى اوتيليزي لي دومي سيرفاس بين المهاجم، بين المدافع الاوسط ولاريير غوش، ودائما يوتيليزيو المنطقه هذه. تفضل ابراهيم، او قال لك بقات دقيقه. صورتين هذه بقات صورتين. هنا الشيء اللي وقع بعد نتيجه انهزام المنتخب القطري 2-0. هذا اللاعب في رايك الاخ عماد شكون؟ المدافع وسط ميدان. هذا عفيف. اكرم عفيف. هذا هذا اكرم عفيف، ولا يجي هنا يطلب الكره. اين هو عمل وسط الميدان؟ انا بقيت نتساءل، الربط بين الدفاع والهجوم. انا بقيت نتساءل لماذا جا هنا. هو صح يمتاز بكرات طويله، وعنده تمريرات يكسر بها الخطوط. ربما هذه هي التعليمات اللي خلاته يولي للمنطقه هذه، لكن مبالغ فيها لانه كان يجي حتى لهنا. تفضل الاخ ابراهيم. صوره اخيره. شوف عفيف لما جا هنا ترك المساحه تاعو مباشره لاريير غوش. لاريير غوش ولا يلعب فيه مباشره في مكان عفيف، وعفيف كان يمتاز بالتمريرات. عنده كما يقولوا البريسيزيون، وعنده تمريرات يكسر بها الخطوط. ها الدور تاع عفيف واش ولا. تفضل الاخ ابراهيم الصوره الاخيره ربما. اخر صوره ربما هذه هذه اخر صوره. هذه اخر صوره. شوف كيف سجل الهدف. 1 2 3 4 5 حتى نصعدوا في 5. لو نحتسب لاعبين داخل منطقه 1 2 3 لاعبين فقط مقابل 5 لاعبين للمنتخب. قبيل علامه الاستفهام اللي درتها شحال كان لاعب؟ 0 لاعب. شوف الان دخل 2 زافون سونتر باه تسجل الهدف، لانه كره القدم دوكا في الكره العالميه 1 زائد 1 تساوي 2. صحيح جابر نعمون. شكرا جزيلا لك جابر على هذا